النادي الأهلي ردا على لجوء كولر للفيفا كلام كذب في كذب. كده الأهلي مستمر في دفع راتبه شهريا. أكد النادي الأهلي على أن كل ما يقال في الإعلام أن كولر بيهدد يلجأ للفيفا الكلام ده مش هيحصل، لأن النادي الأهلي لم يتأخر على سداد راتبه الشهري حتى هذه اللحظة. ومش معنى ان كولر مثلا متمسك بالحصول على باقي مستحقاته ان النادي الاهلي لازم يدفع له الفلوس كلها مرة واحدة كاش. لا، الفلوس دي على حسب العقد بتدفع على شكل يعني مرتبات شهرية، بمعنى مرتب شهر 5 6 7 8 9 لحد شهر يونيو من عام 2026. فبالتالي لو كولر تعاقد مع اي نادي في الفترة اللي جاية، خلاص النادي الاهلي سيتوقف عن دفع راتبه الشهري. لو لم يتعاقد مع اي نادي جديد هيفضل الاهلي لحد شهر 6 2026 يدفع له الراتب الشهري بتاعه.